الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وقائد الغر الميامين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فقد كثر الكلام على الزلازل في ضوء ما حدث في بلاد بعض المسلمين مثل تركيا وسوريا، حيث ضرب زلزال مدمر يعد من أعنف الزلازل على مر التاريخ تلك الديار، وعقب بعدها قتلى وجرحى ومهجرين. وقد كثر الكلام في هذا الباب ممن يعلم وممن لا يعلم، وأحب أن أسجل هذا المقطع مذكرا بما ورد في سنة النبي صلى الله عليه وسلم عن كثرة الزلازل وبخاصة في آخر الزمان. ارتبطت كثرة الزلازل في آخر الزمان بالفتن، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تقوم الساعة حتى يقبض العلم وتكثر الزلازل ويتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الهرج وهو القتل والقتل. فتأمل يا رعاك الله كيف ارتبطت كثرة الزلازل في قبض العلم وكثرة الفتن وتقارب الزمان وكثرة الهرج عياذا بالله تبارك وتعالى. والمراد بكثرة الزلازل شمولها ودوامها، كما في حديث سلمة بن نفيل عند الإمام أحمد بسند صحيح بلفظ: وبين يدي الساعة سنوات الزلازل. والزلازل نوعان: حسية تهز الأرض وتضطرب فيها الأرض وتميد فتدمر القرى والمدن والمساكن وتخلف قتلى وجرحى ودمار شامل. وزلازل معنوية تزلزل الإيمان والعقيدة والسلوك حتى يضطرب الناس في عقائدهم فيعود الحليم حيران. والأحاديث الواردة تحمل تلك المعاني، بل إن الزلازل الحسية تقع غالبا بعد الزلازل المعنوية التي يبتعد فيها الناس عن الإيمان والعمل الصالح. وهذا ما يدل عليه حديث عمر رضي الله عنه عندما وقعت الزلزلة في المدينة النبوية على ساكنها أفضل الصلاة والسلام، حيث قال رضي الله عنه: يا أيها الناس ما أسرع ما أحدثتم، لئن عادت لأخرجن من بين أظهركم. وهذا الأثر صحيح عن عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف، ونعيم في الفتن، وابن أبي الدنيا في العقوبات. ومما يستفاد من هذا الأثر: أولا أن الزلازل علامة لوقوع المعاصي والبدع والعياذ بالله تبارك وتعالى. ثانيا ينبغي للسلطان أن يعظ رعيته ويزجرهم ويذكرهم بالله، لأن الزلازل سخط وعقاب من الله عز وجل. وأمر آخر وهو يشرع لمن كان بأرض تكثر فيها الزلازل والبلابل والقلاقل والفتن أن يخرج منها مهاجرا إلى الله، إلى أرض صالحين وقوم داعين إلى الله عز وجل. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، سائلا الله عز وجل أن يجنب بلادنا الزلازل والبلابل والقلاقل والفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يؤلف بين قلوبنا، وأن يجمع كلمة المسلمين على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.